السلام عليكم. تعالي نعمل أحلى صينية جلاش في 5 دقايق بالظبط، من غير ما نورق ومن غير ما ندهن بين كل طبقة وطبقة. احنا هنرصه مرة واحدة وهندهنه مرة واحدة، وهقولك ازاي تعمليها والتركة المهمة اللي لازم تعتمديها عشان تطلع معاكي مسقية وجميلة وهشة وطرية من جوه. يلا نقول بسم الله ونعمل الأول الحشوة بتاعتنا. هنعمل البسبوسة الكدابة أو اللي هي بديل البسبوسة. كوباية حليب على النار، عليها 5 معالق دقيق سميد بسبوسة ويكون سادة، وبعد كده ضيفي السكر زي ما انت عاوزة، تحطي تزودي تقللي براحتك. بعدها بتسيبيه على النار متوسطة لمدة تقريبا 5 دقايق أو 7 دقايق، بتقلبيها على النار. وأول ما يبدأ يغلي معاكي ويتقل شوية هنطفي النار، وبعدها نضيف معلقة قشطة. القشطة بقى دي ممكن تكون قشطة بلدي ما انتي محوشاها عندك من الوش اللبن، او حتى قشطة من السوبر ماركت، مش هتفرق. بس حطي معلقة قشطة ودوبيها، وبكده بتكوني عملتي البسبوسة الكدابة. ودي أطعم كتير من القشطة الكدابة اللي احنا دايما بنستعملها في الحلويات، وده القوام المناسب بتاعها. تعالي بقى هنسيبها تبرد كده معانا ونجيب لفة الجلاش بتاعتنا. والطريقة دي بتنفع أكتر كمان لو الجلاش معاكي مش طازة، يعني مش هتعرفي تطلعي منه الطبقات كده منفصلة عن بعضها، وكمان هتوفر عليكي وقت ومجهود إن شاء الله. بسم الله بقى هنجيب لفة الجلاش وهنقسمها نصين. هناخد النص الأول طبعا نشتغل بيه، والنص التاني هنحطه في فوطة عشان ما ينشفش، لأن الجلاش من الحاجات اللي بتنشف بسرعة قوي. وهنجيب الصينية بتاعتنا، طبعا بندهنها من تحت أي مادة دهنية، سمنة زيت زي ما انت عاوزة. وهنقيس الجلاش على حسب مقاس الصينية، تحبي تعمليه بالعرض بالطول على حسب مقاس الصينية بتاعتك. هنبدأ أنا حطيته هنا بعرض الصينية، وبعدين بتجيبي الزيادة دي بتشيليها، بتقصيها عادي بمقص أو بسكينة نظيفة. مفيش أي فيها مشكلة. طب الزيادة دي هنرميها؟ لا طبعا مش هنرميها. هوريكي أنا عملت بيها إيه. عملت بيها أشكال تانية من الجلاش، ممكن كنا عملنا بيها برضو فيديوهات تانية اللي هي صوابع الجلاش المكشكشة، وعملنا بيها برضو قبل كده وردات الجلاش. يعني مش هنغلب. خلاص حطينا النص الأولاني، نبدأ نجيب بقى الحشو بتاعنا اللي احنا عاملينه اللي هي البسبوسة الكدابة. وبرضو تقدري تحطي مكسرات، تقدري تحطي كنافة، الحشو اللي تعجبك. تقدري تعمليها سادة خالص لو مش بتحبيها محشية، برضو هيمشي معاكي. طيب وبعد ما نحط كده الحشو بتاعنا هنبدأ نفرده بقى بالراحة كده في الصينية، عشان هو أصلا الورق مش متماسك لسه مع بعض ومفيش فيه أي مادة دهنية. وعشان بقى نظبط التست بتاعها قوي بقى كده ونوديها في حتة تانية، رشة بقى جوز هند خفيفة مع معلقة سكر كده هتدي طعم تاني، وكأنك فعلا حشيها بسبوسة حقيقية. بعد ما فردناه بنجيب بقى الجزء التاني بتاع الجلاش اللي هو النص التاني اللي احنا كنا شايلينه من الأول. هنبدأ نحطه على الحشو كده من فوق، وهنقص برضو الزيادة بتاعة الجلاش ونركنها على جنبه زي ما احنا متفقين. احنا ما بنرميش حاجة ولا بنهدر حاجة من الجلاش، هنستعملها في اي وصفات تانية. وكمان عارفين ان الجلاش من الحاجات اللي لازم تتقطع وهي نية، لان لو قطعناه بعد ما يستوي بيتكسر معاكي مش هيديك الشكل المظبوط. طيب هنقطعها بقى كده مربعات، تقطعيها مثلثات زي ما انتي عاوزة. الفكرة بقى دلوقتي احنا لسه ما حطيناش اي مادة دهنية. هنعمل ايه؟ هنجيب بكوباية سمنة على زيت أو سمنة على زبدة زي ما انتي عاوزة، بس أهم حاجة طبعا الجلاش بيبقى حلو قوي مع السمنة وبتديله طعم أحسن. هتحطي بقى على الوش كده كمية محترمة كده من السمنة. يعني الكوباية دي هتحطيها كلها، وبدل ما كنا بنعمل طبقة طبقة لا احنا هنحطها كلها. بس الفكرة مش هنسوي على طول، هنسيبه حوالي ساعة ساعتين، وممكن تعمليه من بالليل وتسويه تاني يوم الصبح. بتسيبيه على الرخامة كده معاكي لحد ما كل الطبقات تتشرب كل السمنة بتاعتنا، وبعدين تسويها بقى على رف أوسط. هياخد بالظبط معاكي ربع ساعة أو تلت ساعة، وبعدين تولعي الشواية في الآخر 5 دقايق أو دقيقتين. اول ما يخرج من الفرن وهو لسه سخن بنسقيه بشربات بارد ويكون تقيل. زيني بقى زي ما انت عاوزه، او تقدميه كده زي ما تحبيه. احنا كده كده حاشينه من جوه، هتلاقيه طالع معاكي من فوق مقرمش ان شاء الله وجميل ومستوي، ومن جوه هيبقى طري وهش.
دلوقتي بقى ده الجلاش النهائي معانا، من غير توريق ومن غير ما ندهن طبقة، والطبقات بتاعته عملناه مرة واحدة، رصيناه في الصينية مرة واحدة وسقيناه مرة واحدة. بس أهم حاجة زي ما بقولك لازم تسيبيه قبل التسوية مش أقل من ساعة لساعتين عشان الطبقات كلها تتشرب السمنة. ولو عجبك بقى الفيديو ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتيش، وألف هنا على قلبكم.